السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا مش عارفة، انا عمالة اشوف حاجات اليومين دول غريبة جدا في السماء وقوس قزح وحاجات مش عارفين بصراحة هو ايه ده. من شوية الولاد واقفين في البلكونة يقول الحق يا ماما في حاجة بتمشي في السماء لونها ابيض. طبعا انا استغربت ايه اللي بيمشي في السماء ده. لا يا جماعة، ده ممكن يبقى مثلا حد عنده فرح او حاجة والنور ده جاي من عندهم. طبعا انا خرجت ابص لقيت الوضع كده مش حاساه مريح. ده سحاب اصلا، والحاجه دي بتتحرك من فوق السحاب. طب ايه الحاجه بتتحرك من فوق السحاب دي؟ احنا مش عارفين. طبعا انا ببص لقيت الشارع كله عمالين يهيصوا وواقفين يصوروا ويبصوا. احنا مش فاهمين في ايه، وهي بتتحرك في نطاق معين بس. مش بتتحرك في نطاق كبير. يعني انا بصورها فيديو وانا الكاميرا بتاعتي ثابته ومش مجريه الفيديو. على فكره الفيديو زي ما هو مش بيجري. بس انا عماله اجيب تحركاتها كده، هي بتتحرك من فوق السحاب ولونها ابيض وشايفين بتعمل ايه. يعني انا مش عارفه هو ده ايه الحقيقه. سبحان الله، احنا مش فاهمين ده ايه. يعني الناس كلها اصلا واقفه مستغربه. احنا دلوقتي حوالي الساعه 7:30 بالليل بعد العشاء. فجاه احنا لقينا الموضوع ده وفجاه اختفى. يعني انا لما قعدت اصور عليه 3 4 دقايق كده زي ما الفيديو جايب لكم، فجاه لقيناه قاعد يسرج. انا قلت انا هقفل الفيديو بقى، مش هقدر اقف اصور، الجو كان بارد. وبعدين ببص قعد يسرج وفجاه اختفى. يعني بعد كده ما لقيتوش. فاحنا مش عارفين ده ايه. يعني طالع منه زي نور طويل. قعدنا نقول لو لمبه بتاعه فرح، طبعا النور مش هيبقى بالطريقه دي، هيبقى باين جدا ان هي شعاع من بتاع فرح او حاجه، او زي لمبه الليزر كده بتبقى باينه يعني. لكن سبحان الله احنا برضو مش عارفين ده ايه الحقيقه. السماء عندنا فيها سحاب، مليانه سحاب وهو بيتحرك من فوق السحاب. فطبعا هي لو لمبه ليزر او لمبه بتاعه نور بتاع الافراح ده هتبقى الخط بتاعها باين قوي، لان احنا على طول بنشوف الكلام ده. هيبقى باين جدا. يعني مش هتنور فوق السحاب، يعني هي هتنور من تحت السحاب احنا نبقى شايفينها، ويبقى الخط بتاعها باين جدا هي جايه من انهي اتجاه. لكن ده احنا ليش يعني شايفين المنظر عامل ازاي. هي بتحس ان في حاجه بتمشي من فوق السحاب ما بينها وبين السماء. سبحان الله في خلقه وصنعه. انا بحاول ان انا ابص الاقي مثلا خيط رفيع وفجاه الخيط الرفيع يختفي والاقيها بتمشي. فاحنا مش عارفين ده ايه. لو حد عنده اي تفسير يقول لنا. احنا مش عارفين الحقيقه ده ايه. انا حبيت اصورها واوريها للناس اللي متابعاني. مش حد ظهر عنده الحاجه دي الكونيه دي، ولا ده ايه، ولا ده خيط مثلا، ولا شعاع نور جاي من حته واحنا مش واخدين بالنا ان هو عامل كده. فسبحان الله الحقيقه مش عارفين يعني. سبحان الله، هو الواحد حيران. ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ ده عبارة عن ايه؟ يعني انا برضو بحاول اجيبها من كل الاتجاهات كده. وعلى فكرة انا مش عاملة زوم قوي ولا حاجة. يعني انا في يعني الشقة بتاعتي شايفيني، انا بوريكم الشارع. احنا في يعني مش بالليل قوي، يعني مش في الضلمة، يعني الساعة 7:30 ده بعد العشاء بالظبط. والناس طبعا يعني احنا بصوا نشوف خيط اهو بتاع الطويل الابيض ده وفجأة يختفي. فهو طبعا لو كان لمبه او كان لمبه الليزر دي كان زمان الشعاع ده فضل موجود وكان واضح، يعني يبان جدا بوضوح. ومش هيمشي في الحته دي بس، في المربع ده بس اكيد يعني بيلف، لان لمبه الليزر دي بتبقى دايما تلف، انا عارفاها يعني. فاحنا مش عارفين ده ايه الحقيقه. ممكن تبقى ايه، مش عارفه الحقيقه. بس انا حبيت اوريها لكم لان محدش هيصدق اللي انا شفته. برضو زي ما انا شفت قوس قزح او الوان الطيف بالقوس اللي انا كنت شايفاه، ولما صورتها ونزلتها ناس كتير قالوا لي احنا اول مره نشوف القوس نفسه بالطريقه دي، اللي هو على شكل القوس يعني. فتبقى في حاجات كده معينه الواحد يعني يلحق يصورها، الكاميرا بتبقى موجوده، تبقى ذكرى يعني، او ان هو ايه، لا احنا شفنا ده فعلا. شوفوا هنا بقى اختفى خالص. انا فجاه لما جيت اقفل لقيته قاعد يسرج ويعني ايه، زي ما يكون اتفرق كده واختفى. فقولوا لي ده ايه يا جماعه، واشوفكم في فيديو تاني.